بتغلبه على الجيش الملكي بالركلات الترجيحية بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الأبيض. الرجاء حقق فوزه السابع في هذه المسابقة، موقفا أحلام الجيش الملكي في الفوز باللقب الثاني عشر له في مسيرته الكروية. باقي التفاصيل في سياق هذا التقرير. للمرة الثانية يلتقيان بعد عام 96 من القرن الماضي ويتكلمان عن الكأس الفضية المغربية. كل شيء أعد لعرس في المستوى الكبير، الرجاء الجيش، وحوار بلغة المنافسة وإحقاق للذات في خانة أخرى غير البطولة. الرجاء وبدون مقدمات طرق باب التسجيل بتسديدة للزئبقي محسن متولي. طرق الباب استمر في محاولة أخرى للرجاء ولم من مجيب، لكن رد العساكر كان الأقوى والأقرب لافتتاح الباب عندما ارتطمت كرة يونس حمال بالقائم الأيسر لخالد العسكري الحارس السابق للجيش الملكي. رشيد السليماني حاول بدوره المباغتة لكن بلا طائل، وعلى درب المحاولة سدد محسن ياجور والكرة في يد الحارس. الجيش هدد مرة أخرى عش النسر الأخضر لكنه وجد يقظة من حارس الفريق. الرجاء حاول خطف هدف السبق عن طريق الحافظي الذي ضيع مشروع الهدف وجعل معه محمد فاخر ينتظر نهاية الشوط الأول بفارغ الصبر. في الشوط الثاني دخل الفريقان في لعبة الكراسي المتحركة، محاولة هنا وأخرى هناك. البقالي يحاول للجيش والعسكري في المكان المناسب. الحافظي يسدد لكن فوق المرمى قبل أن يضيع فرصة أخرى للتهديف، ليلجأ الفريقان للشوطين الإضافيين اللذين استهلهما الرجاء بيسارية استقرت في شباك الخارجية للجيش الملكي. الأخير كان قريبا من فك اللغز بعد دربكة في معترك الرجاء قبل أن يسجل النسور هدفا في الشوط الإضافي الثاني لم يحتسبه حكم المباراة بداعي التسلل، ليتم اللجوء لركلة الترجيح التي منحت الكأس الفضية للرجاء البيضاوي بعد أن سجلت كل الركلات. ضيع يوسف القديوي مانحا الرجاء لقبه السابع على مستوى المسابقة. أفراح كبيرة غمرت جماهير الرجاء البيضاوي بعد حيازته كأس العرش المغربي. نعم، وعبرت عن سعادتها يكون هذا الإنجاز فعل خير لبقية المسار للنادي الأخضر. مراسلنا الأخضر النوالي والمزيد من التفاصيل. هكذا حسم موقف الكأس. النسور حازوا النسخة السابعة لهم بركلات الترجيح، والأمر كان فيه عناد كبير تكلل بنهاية خضراء وبفوز خلص إلى عنفوان الفرحة. فرحة مطوبلة كما تنقولوا، لأن كانت تربح كأس من الكؤوس الكبيرة اللي كتلعب عليها في المغرب. ثانيا كتفرح الجمهور الكبير العريض اللي كيساندنا، فكنظن ان الانتصار ما سرقناش بحكم الى خديتي المقابلات كلها اللي لعبنا في الكاس لعبنا مفروق قويه. اتمنى على الله ان تكون هذه الانطلاقه نحو تحقيق اهداف اخرى، ونامل ان نعيش اعراس اخرى في فريق الرجاء خلال هذا الموسم ان شاء الله. رجال الرجاء الذين قاوموا نادي الجيش في دياره قادوا انظار جمهور مركب الامير عبد الله للتمتع بخلاصه رجاويه خالصه. اللاعبون وقعوا الاحتفال والأنصار كذلك. بهذه المناسبة كنبغي ندير الكاس العرش لجمهور فريق الرجاء البيضاوي كما الشهاد اللي جا من مدينة الدار البيضاء، وكنبغي نوعدهم بالمزيد وإن شاء الله البطولة رجاوية إن شاء الله. الحمد لله، الفرحة جميلة جدا، والحمد لله هذا الانتصار جاء عن جدارة واستحقاق لفريق الرجاء البيضاوي، وتحية للفريق جيش الملكي وجمهوره على الروح الرياضية. تمكن الرجاء من علاج صداعه بحيازته لكأس السابعة في سجله الأخضر، وأفرح أمواجه البشرية بالخلاصة، خلاصة سيتغنى بها النسور بكل الأهازيج البيضاوية. الأخضر نوالي، الجزيرة الرياضية، الرباط. حظيت بعثة النادي الأهلي باستقبال الأبطال.